السلام عليكم يا جماعة الخير. قصة اليوم يعني دائما أنا أقول لكم من أغرب القصص اللي بنزلها، ولكن القصة هذه غريبة لدرجة إنه القصة من زمن جدا بعيد. أنا أتكلم اللي بيقول القصة هذه رجل طاعن في السن، وسمع القصة هذه من رجل أيضا طاعن في السن، خلاص هذاك اللي قالها قد يتوفى الله يرحمه. قصة غريبة عجيبة يعني، ومن القصص المظلومة واللي مو كثير من الناس بيتكلموا عنها. حنخش في القصة دحين، ولكن قبل ما أبدأ الله يسعدكم يا جماعة الخير، شكرا على الدعم، شكرا مرة كثير. دخلنا 800 ألف وإن شاء الله قريب للمليون، واللي أنا مرة أتمناه إني أوصلها ذي السنة، وإن شاء الله نوصلها. يعني 200 ألف ما هي كثيرة. وطلب ثاني بس ضيفوني في قناتي حق سناب شات، راح أنزل محتوى آخر هناك جدا بيكون ممتع، وبرضه قصص تكون قصيرة ما هي طويل. فقبل ما نبدأ لا تنسوا اللايك والسبسكرايب، خلونا نخش في القصة على طول. صاحب القصة هذا اللي معانا طبعا كبير في العمر، يقول يعني خلال العشرات من السنوات كنت جالس مع رجل طاعن في العمر، وكان كبير مرة، يعني عمره فوق 100 وحاجة. واسم الشخص هذا عبد الله. عبد الله هذا طلع من مدينته وراح يدور على شغل يمين يسار لعله يحصل شيء، الين ما لقى له شريك وقالوا ترى انه احنا لما تيجي تشتغل عندنا وزي كذا راح نديك اياها بالشهر، يعني نهاية الشهر راح نديك فلوسك، ما راح نديك اياها بشكل يومي، انه زمان في بعض الناس كانوا بيحاسبوا باليومية. فتوظف هذا عبد الله ما شاء الله، يعني زي ما قلت لكم قديم، عبد الله خلاص قديم متوفي. بدأ يشتغل في هذه الشركة، وكان يشتغل مع مجموعة كذا. بعض المجموعة يعني بعض الأشخاص من المجموعة ذولا كانوا من الجماعة، أو في ناس من الديرة نفسها، واللي بعضهم يعني قريب من الديرة هذه، واللي يمين واللي يسار. فلفت انتباهه واحد يعني من الأشخاص هناك، وكان عمره 23 سنة. طبعا عبد الله ذاك الوقت عمره 20 سنة، وذاك الشخص اللي عمره 23 سنة كان شديد سواد البشرة، يعني بشرته سوداء بزيادة، وكان غريب بينهم يعتبر، يعني انه كلهم كذا بيض ومدري ايه، وهذا الوحيد بشرته سمراء. فاهمين؟ المنطقة اللي هم فيها ما كانوا في وقتها يعني اللي هم السمر وزي كذا، فكان الوضع بالنسبة له غريب، انه ايش جابوا ذا هنا، واضح انه ما هو من المنطقة هذه. طبعا عبد الله يعني لسه تو ما تزوج، وجالس يشتغل في هذه الشركة عشان يجمع له فلوس وزي كذا وينمي حاله، بعدين ان شاء الله انه يتزوج. وكان هذا اللي اسمر واللي اسمه احمد ما كان بيختلط بالموظفين بشكل كبير، كان اختلاطه قليل جدا مع الناس، وسواليفه قليلة جدا، عكس عبد الله اللي ما شاء الله حبوب مع الناس، ويخش مع الناس ويروح يتكلم مع ذا وينبسط ويضحك. يعني حتى لو واحد كان زعلان منهم كان ما يقعد مع عبد الله الا يمشي من عنده وهو مبسوط ويضحك. فمشت الايام، وكان احمد كل فترة والثاني يقول للمشرف ابغى اروح وازور امي او اهلي، ابغى اروح وازور امي. كان المشرف يقول له خلاص مو مشكله، روح واحنا راح نخصمها من اجازاتك. فيروح ويغيب له تقريبا فتره اسبوعين ويرجع، وكل سنه يقول ابى اروح وازور امي، وعلى ذا الحال. عبد الله يقول هنا انه راح لاحمد وساله، قال له يا اخي ليش ما تجيب امك هنا وخلاص تريح نفسك؟ انت يعني ما شاء الله موظف وامورك تمام وراتبك كويس، يا اخي جيب امك هنا وريح نفسك. قال ها ان شاء الله، ان شاء الله اني اجيبها ان شاء الله. وكان وقتها حزين وهو يتكلم، يعني واضح فيه شيء. ولما قلت له انه جيب امك كاني مسكته على الجرح كذا ولمس جرحه، يقول لي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله اجيب امي. وحسيت هنا وقتها انه من جد كلامي اوجعه، فما فتحت السالفه معاه يعني، لكن اتفاجأت انه هو يروح يزور امه بشكل دايم. يعني يوم من الايام كنت جالس كذا انا واحمد في العمل، فقال لي يا عبد الله ابشرك. قلت بشرني. قال انا بروح ان شاء الله بعد اسبوع ازور امي وبتزوج. قلت ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله، ألف مبروك يا أحمد، ألف مبروك، الله يوفقك، الله يسعدك. وقعدت أدعي له، وبصراحة بكل أمانة هذا الشيء مرة أسعدني. قال لي خلاص إن شاء الله بعد أسبوع كذا بروح وأقعد أسبوعين بتزوج وبرجع هنا مع زوجتي. طبعا فرحنا له كلنا إحنا والزملاء، وأنا طبعا رحت أبشر الزملاء، وقلت للزملاء إيش رأيكم يعني نعينه نديه عينه كذا، نحاول نعاونه على الزواج وكذا. وذيك الأيام طبعا الرواتب يعني ما كانت كبيرة، كانت بسيطة ومبالغ بسيطة، فحطينا من هنا يمين يسار عشان نفزع معاه. طبعا لما رحت وديته المبلغ المالي هذا مرة انبسط وقعد يبكي من الفرحة، وكان بكاؤه وطريقة بكاؤه ما هو بقيمة المبلغ اللي وقفنا معاه فيه. المهم أخذ إجازة وراح وتزوج في المدينة اللي يروح لها دائما يزور أمه فيها ورجع. المهم إني لقيت في أحمد صفات ما شاء الله تبارك الله ما لقيتها في غيره، من طيبة وحبابة وكرم
ويعني سمح الرجل هذا، سمح، وكل شيء فيه ما شاء الله تبارك الله كويس سبحان الله. يعني بديت اجلس انا معاه ومرات اعزمه اذا كان عندنا اجازه مثلا زي يوم الجمعه وزي كذا. فجاء يوم من الايام قلت له اسمع، بحكم انه اخر يوم عندنا الدوام وزي كذا واحنا خلاص الخميس، بكره ايش رايك نروح ونطلع اللي هو قاعدة كذا بر، نسوي شاهي، نوسع صدرنا ونتكلم. طبعا زمان ما أعرف الإجازات متى، بس أنا قاعد أقول لكم بخبرتي إنه زي الوقت دحين الويكند اللي هو الخميس بعدين خلاص جمعة. عبد الله يقول إنه أنا ما عندي أي أحد قريب مني. طبعا العيال كلهم كذا على نهاية الدوام ولا في الويكند كلهم يتفرق، كل واحد يروح. ايش رايك يا احمد انا وياك نجتمع ونجلس مع بعض ونقعد نسولف ونتكلم كذا؟ قال والله انا ما عندي مشكله، ما عندي اي مشكله، متى تبغى نتقابل، متى نطلع، متى نروح؟ فحددنا الموعد تقريبا اللي هو العصر، وجاء اللي عندي واخذنا الشاي وطلعنا وبدينا نظبط الشاي، وجيب معايا يعني فصفص وكذا، وبدأنا نتكلم ونسولف ونضحك. كان هو طبعا مرة مبسوط انه في احد طلع معاه، وفي ذاك الوقت هو كان متزوج، فكان مرة سعيد لدرجة من كثر السعادة اللي وصل فيها انهار بالبكاء، قاعد ينهار كذا يبكي. انا طالع لي يا ولد يا احمد، قلت له ايش فيه؟ سلامات، لا يكون انا قلت لك شيء بالغلط ولا حاجة يعني أذيتك، ممكن أنا أذيتك بكلمة، والله العظيم ما أقصد بشيء يا أحمد ما ينفع. قال لا والله ما أذيتني بكلمة، بس يعني إني تمنيتك إنك أخويا، وأنا ما أدري الآن أخواني ولا أدري أي أحد ولا أعرف أي أحد. الرجال بدأ يتكلم إنه إيش فيه؟ قاعد يقول والله أنا ما أدري وين أخواني، وأنا وين وإيش أسوي وشلون يعني كيف. قلت ها لحظة، إيش اللي أنا ويني؟ إيش قاعد تقول أنت يا أحمد؟ مو أنت تروح تزور أمك بشكل دائم؟ أكيد يعني المكان اللي أنت بتروحه أو الدولة اللي بتروحها أمك فيها وأخوانك هناك. قال يا عبد الله اسمع، أنا بفتح لك قلبي وبعلمك قصتي من أولها لآخرها، وعمري في حياتي ما قلت لأحد قصتي. وعبد الله يقول لي أنا كذا أعدل جلستي وأصب لكم شاي، طبعا الشاي حقي خلص، وأصب لكم الشاي. قلت له قول سم. طبعا عبد الله دحين متوفي الله يرحمه، ونفس الشيء احمد متوفي الله يغفر لهم ويرحمهم ويجمعهم ان شاء الله في جنات الخلد. المهم عبد الله قال له تكلم، كل اذان صاغيه. بدا يتكلم احمد هنا وقال له اسمع يا عبد الله، تراني انا من احد الدول الافريقيه، انا من افريقيا وعايش، واهلي كمان من افريقيا وعايشين في افريقيا. فكان في ذاك الوقت في جماعة أو ناس يسموهم الخطافين، كانوا الأمهات يخافوا علينا، يخافوا من الخطافين بشكل كبير أكثر منهم يخافوا من الأسود والسباع والضباع. كان اللي يأكل الأسد واللي يموت ولا شيء ما يحزنوا عليه أكثر من اللي يحزنوا على شخص انخطف أو يجوا الخطافين ويخطفوه. أنت دحين مثلا عزيزي المتابع، لو جاء أحد خطفك أهلك ما بيعرفوا إنه أنت وين رايح، أنت حي ولا ميت. لكن لو جاك الموت واهلك عرفوا خلاص نهاية، بيدفنوك ويحزنوا عليك كذا فترة بسيطة وبعدين خلاص. يعني سبحان الله الإنسان بينسى، صح بتحزن عليه بس بتنسى. لكن إذا أنت مخطوف طول العمر بيقعدوا متعذبين وما يدري هل ممكن أنت بترجع، يمكن ما ترجع، ما يدروا إيش صاير معاك. فكان زي ما قلت في ناس اسمهم الخطافين هذولا أشد من السباع والضباع. يعني كانوا يجوا في الليل للقرى والبيوت كذا اللي تكون متفرقة. وقتها يعني زمان البيوت كانت قصب وأشجار، يعني تعرفوا اللي هو السعف وذي الأشياء، كانت بيوت بسيطة. في الليل الطفل لما كان يبعد شوية عن البيت الخطافين هذولا يجوا وتلقاهم كذا مترصدين، يشوفوا يعني يبوا يجيبوا أحد، يبوا يخطفوا أحد، يطالعوا يمين يسار يبعد من البيت ولا لا، وأول ما يبعد من البيت يجي وياخذوا كذا يمسكوا بقوة وعلى فمه. حتى إذا إنه أمك مثلا شافتهم إنهم خطفوك ولا شيء، هذول يخطفوك كذا ويجروا جري بشكل مو طبيعي، يعني بدون مبالغة كانوا مرة سريعين لدرجة إنه يسابقوا الحيوانات. وأكيد إذا كانوا ممتهنين هذه الشغلة بيجيك واحد مرة سريع لأنه يقدر يجري، فكان الواحد ما يقدر يلحقهم. المهم عبد الله يطالع كذا مستغرب يقول له أيوه طيب. قال أحمد فأنا كان وقتها عمري 6 سنوات، 6 كذا 7 سنوات. فيوم من الأيام طلعت قدام البيت حقنا، وطبعا أنا يعني كنت صغير وبيتنا برضو كان صغير، بس كان إيش مسكر كده تقريبا لو تقولوا بيتنا 3 متر في 3 متر، يعني مرة كان صغير. وكان أبويا الله يرحمه متوفي، لكن
عندي كان اخوان واخوان اكبر مني، وعندي كمان برضو اخوان اصغر مني. الزبد اني عمري 6 سنوات وكنت اعرف اللي هو اخواني يعني اتذكرهم، ما كنت ناسيهم. وحتى لسه بداية اني كنت اتعلم القرآن في 6 سنوات، واعرف امي واعرف اهلي واعرف حتى قبيلتنا، يعني اعرف المكان اللي كنت ساكن فيه، يعني اعرف لقبي. كان في قبائل ايام زمان في افريقيا، واعرف اللي حولنا وحوالينا، يعني اتذكر حاجات بسيطة واتذكر اشياء مهمة. المهم يقول طلعت عند الباب واقعد كذا شوية قدام الباب، وسبحان الله الخطافين هذولاك اللي امي تتكلم عنهم بشكل كبير، والله واطالع واشوف واحد منهم جاي لعندي ويجري جري. انا من الخوف هنا ما قدرت اني اتكلم او ازعق، يعني ما قدرت اصرخ ولا اسوي حاجة. فهذاك جايني كذا جري داعس، وعلى طول اول ما وصل عندي ضربني ضربة مرة قوية وهو يجري، وعلى طول يشيلني ويسكر علي، مسكر على فمي بسبب او يعني بحيث اني ما اقدر ازعق او انادي احد. امي هنا حست بشيء وطلعت على طول، وهذاك كان ماسكني وقاعد يجري فيني. طبعا امي خرجت وكنت طالع فيها وهي تلفت يمين يسار، واحنا تخطينا من مكان البيت. قدام البيت كان في نار شويه شابه، فكنت انا اشوف امي واحنا داخلين في الظلام. امي تتلفت تدورني يمين يسار وبدات تناديني يا احمد يا احمد، وهذا قاعد يجري في الظلام. اكتشفت انه الخاطف هذا اللي خطفني معاه زي الشنطه كذا كبيره، وكان فيها 2 من الأطفال، يعني معاه 2 وجاي ويخطف الثالث اللي هو أنا. المهم لما بعد مرة عن مكان قريتنا والقبيلة، ربط فمي وحطني في الكيس مع هذولا. الكيس تقريبا زي ما تقولوا كيس الخيشة. طبعا أنا وقتها ما أدري إيش السالفة، خلاص عرفت إنه الخاطف هذا اللي خطفني شرى فيني بمسافة بعيدة، وما أعرف كم جلسنا، حتى كنت صغير. وشوية هو كان يشيلنا، وقف. لما وقف كذا نزلونا وقام يطلعنا كذا، وكان في رجال ويطالعوا فينا واحنا كذا 3 خايفين وقاعدين نبكي، ويجي واحد من الرجال ويشيلنا ورحنا على مكان ثاني. طبعا هذا الشخص الثاني كان معاه دابة واللي هو جمل او حصان، فمشي فينا تقريبا مسافة يوم، ووصلنا هنا على طرف البحر. فلما وصلنا على طرف البحر وصلنا هناك ونزلنا وحصلنا مجموعة خطاف، هذا خاطف 3، هذا خاطف 2، هذا خاطف مدري كم، وهذا مدري كم. كان في مجموعة أطفال كثيرين. المهم وقتها اجتمعوا الناس مع بعض. واحد من الأشخاص اللي أنبعنا له كان راعي دابة وعنده عربية ومركب فيها ناس كثير، يعني أطفال كثيرين. وراعي الدابة هذا راح لجهة البحر مكان ثاني وباعنا لناس كثيرين. المهم من شخص لشخص قاعدين نباع، وفي النهاية شالونا وحطونا في سفينة وتحركت السفينة. طبعا في السفينة كانوا يتقاسموا ويقولوا هذولا كذا وهذولا هنا وهذولا كذا وهذولا كذا، ومجموعة هذولا ياخذوا كذا. طبعا في كانت عدة سفن، مو سفينة واحدة، كانت كل سفينة تروح في اتجاه معين. المهم انه احنا ركبنا في احد السفن، وكنا طبعا صغار، يعني صغار، انا اقول لكم 6 سنوات، في بعضهم 7. كان الهدف من العمر يكون صغير عشان يخطفوك وانت ما تعرف اي شيء ولا تدري عن شيء ولا تعلم شيء وتنسى اي حاجة. المهم بعد عدة ايام من الابحار في هذا البحر وصلنا للساحل، ونفس الشيء اول ما نزلنا بدأوا يقسمون هذا كذا وهذا كذا، وكل واحد اخذ له نصيبه. في النهاية عرفنا انه باعونا على احد التجار اللي عند البحر. المجموعة اللي كنت فيها انا كان في معانا بنات وفي عيال صغار وفي عيال يعني فوق 6 سنوات، يعني مثلا 9 سنوات 10، وكان في يعني اللي هو تقريبا اكبر شيء اللي هو 7 سنوات 6 5 4 سنوات، فاهمين؟ هم كانوا يبقوا صغار. وبدينا نتوزع كذا بالقوافل وكل واحد راح في جهة، ورحنا للمدن الكبيرة، ويلا طرق مين يشتري. طبعا مربطين احنا صغار، ومين يشتري ويحرجوا علينا، وللأسف باعونا. وكنا نسمع وقتها أثمان وأسعار، يعني واضح إنه زي المزاد. وقتها أنا ما كنت أفهم اللغة، ولكن عارف إنه قاعدين يبايعوا علينا. فجاء واحد واشترى مننا 10، يعني كم طفل كذا. أنا كنت من ضمن هذول 10. أخذنا هذا الشخص وودانا للمزارع اللي عنده، وأصبح يورينا طريقة العمل وكيف نشتغل هنا وإيش نسوي كذا وتشتغل كذا وزي كذا. بكل أمانة الرجل هذاك كان جدا طيب وحبيب، وكنا احنا يعني صغار 6 سنوات كذا 7. جلسنا عنده تقريبا 3 4 سنوات، ووصل عمري
9 سنوات، وبديت أعرف وبديت أفهم الوضع اللي أنا فيه، واتضحت لي هنا الصورة بشكل كبير إن إحنا مخطوفين ومأخوذين من أهلنا، وإنهم باعونا على ناس كثيرين، وشفت ناس قبلنا اللي هم مخطوفين وكانوا بيشتغلوا في المزرعة. فخلاص يعني ما في يدك تسوي أي شيء، إنه نقعد على هذا المكان أو في ذا المكان. الرجل كان طيب وما هو مقصر معانا، وكان هو يعني وقتها اللي يملكنا، والملك لله طبعا، ما في أحد مملوك، كلنا أحرار. فكانوا بعض الأشخاص لما يجوا يقولوا إنه نبى نشتري منك هذا الغلام، ولا نبى نشتري هذا الغلام، ولا نبى ناخذ هذا الغلام، فكان طبعا يرفض هذا الرجل. فجت يوم من الأيام حرمة أو امرأة ويبين عليها الثراء، كانت تاجرة، يعني ما همها في قيمة الفلوس، يعني تدفع أي شيء. فسلمت على هذا الشخص اللي هو صاحب المزرعة وقالت أنا أبغالي واحد من الصبيان اللي عندك، أبى أشتريه منك. طبعا هذيك المرأة كانت لها فضل عليه، وكأنها يعني تقدر تقولوا قوية أو عندها سلطة أو عندها شيء. فقال ما عليك، اختاري اللي تبغيه بالثمن اللي تبغيه. فسبحان الله طاح نظرها علي وقالت أبغى هذا. وهذا الشخص اللي هو أحمد قال لها أبد، هذا لك، وأي ثمن تبي تجيبيه مو مشكلة. طبعا أعطته قيمة أكثر من قيمة يعني أحمد اللي اشتراه، يعني وقت ما اشتراه في البداية بشكل كبير، يمكن ضعف المبلغ. طبعا هو كان يدري انها هي بتعطيه الفلوس ومبلغ راح يرضيه. المهم اخذتني هذه المرأة، وقتها انا كنت صامت ما اتكلم، رحت معاها وجابتني للبيت. يعني كانت هذه المرأة كبيرة في العمر، لكن لها قوتها ولها هيبتها، وكان في البيت في زوجها وفي أبنائها وبناتها، وكانت ما شاء الله تبارك الله صاحبة تجارة، تاجرة ما شاء الله، تبيع وتشتري وتروح السوق وزي كذا. فرحت معاها للبيت وقالت لي سوي كذا وحط كذا وخليك يعني حولي، ممكن احتاجك، اباك تكون عند الباب، اباك زي كذا، ووقت ما اناديك اباك تجيني. فاصبح ما شاء الله تبارك الله احمد يحط طوعتها، يخدمها ويجيب لها ويقرب لها ويسوي اي شيء لها. فيقول انه هذه المرأة حبتني، يعني مو ذاك الحب، لا حب انه طفل وزي كذا. واصبحت تحذر ابنائها انهم يعني انتبهوا على هذا الولد، لا تسووا كذا، تعاملوا معاه كويس يعني. وحتى اصلا بدون ما تقول لهم، يعني عيالها ما شاء الله تبارك الله متربين كويس، كانوا يعاملوني بشكل جدا كويس. تقول لهم انتبهوا، لا يسوي كذا، لا يجيب كذا، انتبهوا لا تغلطوا عليه، لا 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 لا، فاهمين؟ ما كانت تبى اي احد يزعلني. ما شاء الله تبارك الله اصبحت تعاملني معاملة طيب. في يوم من الايام قالت لي يا احمد انت ليش ما تتكلم؟ انت كيف وكيف جيت هنا، وايش جابك هنا، وين رحت، وايش صار؟ فقلت لها انه انا لو تكلمت لك باللي صار ما راح تصدقيني. قالت كيف ما اصدقك؟ قلت ممكن احلف بالله انك ما تصدقيني. قال طيب علمني، ممكن اني افهم كلام، ممكن انا بعدين احكم، انت قول لي وانا بحكم. قال احمد تراني انا ابن ناس وابن قبيلة، وانا صغير جو ناس وخطفوني، ويقال عن هذول الناس الخطافين، وفي كثير من هذول الناس اللي يعني تشوفيهم يعني ينباعوا ويشتروا تراهم مخطوفين، وفي الأصل هم أحرار لا يباعون ولا يشترون، لكن اللي سووا فينا حسبي الله ونعم الوكيل. قالت يعني معقولة هذا اللي صار؟ قلت إيه نعم معقولة وأكثر، وأنا يعني من آل كذا ومن حسب كذا، وأذكر أمي فلانة بنت فلان، وأبويا الله يرحمه واسمه فلان الفلاني، وعندي من الأخوان عدد كذا، وأعرف كذا. وبدأت أعطيها واسترجع الذاكرة والأشياء اللي أتذكرها وأنا قاعد أتكلم. بكيت عندها. سبحان الله هذه المرأة رحمتني مرة وصدقتني بشكل كبير، لأنه كل الناس لو جينا نتكلم عندهم ونقول لهم هذا الكلام بيقولوا نفس الشيء، كذابين. لكن هي بين عليها إن صدقتني جدا، وشافت في عيوني الصدق، وقالت لأحمد والله إني لأرضيك، والله إني لأرضيك. قلت لها لو تبغي ترضيني اعتقيني لوجه الله، اتركيني. قالت لا ماني تاركتك الآن، أصبر، أبغى مصلحتك أنا، أصبر علي إن شاء الله لأرضيك. المهم إني جلست عنده، وحقيقة ارتحت مرة في الجلسة معاه، وحسيت من جد إني أحد يعني أبنائها في التعامل. كانت تعاملين بشكل طيب وتعطيني، وتغيرت يعني ما كانت تقول لي يلا جيب تعال ما ادري كيف، لا اتغيرت هذه المعاملة، صرت كأني واحد من أهل البيت. المهم مشت الأيام، وكنت أحيانا إذا جلست معاها أقعد أبكي عندها، وأقول لها اعتقيني لوجه الله، فكيني، اتركيني. كانت تقول لي لا والله بفكك بس أصبر، أبغاك تكبر،
ما بعتقك دحين وانت صغير، ممكن يجيك شيء ولا شيء خليك تكبر شويه، وابد ما عليك وقتها تكبر وامورك تزين انا بعتقك. انت يا احمد انك خايف علي انه يصيبني شيء ولا حاجه، لا تخاف، انا موصيه بهذا الشيء لك، يعني حتى ضاربه حسابها لو صار لها شيء في وصيتها انه انا خلاص. طبعا وصل عمري حول 19 سنه، وجتني يوم من الايام واعطتني بعض الفلوس، كنت معتقد انه هذه الفلوس اني اروح واشتري شيء. قالت لي يا احمد هذا المال لك وانت حر طليق. احمد لما سمع الكلام كذا رجع بالماضي وقال انا كنت حر طليق منذ الصغر، وجو ناس واستعبدوني، وانا حر من الخطافين وحر من كل الناس والتجار المجرمين، والحمد لله هذه الحرمة رجعت حقي. طبعا فرحت مرة، يعني تخيل احد يجي حولك وانت عايش بسلام وامان وحياتك حر وياخذ منك هذه الحرية، اكيد يعني بيضيق صدرك، حياتك بتتغير. ولكن لو رجع هذا الشيء اللي اخذ منك حتفرح، اخي هذا حقي، هذا الشيء لي منذ الصغر، تاخذ حقي يعني تستعبدوا الناس وقد ولدتهم امهاتهم حرارة. طبعا احمد يقول هنا فرحت فرح شديد وطلعت من عندها وكأني بطير، كأني يعني طير خرج من عشه. ولكن هذه المرأة لها عندي غلط لدرجة اني كنت اسميها او ما اقول لها الا امي. طبعا في المنطقة هذه اللي انا بروح ازور امي فيها في امرأة كبيرة في السن، وكان عندها واحدة تخدم عندها يعني من اللي مشترينه، وكنت وقتها تقريبا حول 10 سنوات يعني صغير. كنت اشوف البنت هذه اللي تخدم عند هذه المرأة الكبيرة وموجود ما شاء الله زوجها وكل شيء، لكن البنت هذه جيت لي عندها وبديت اتكلم معاها، وكانت اللغة نفس اللغة حقي ونفس لغتنا، يعني تعرف اللغة اللي أنا كنت فيها اللي هو في أفريقيا. قلت لها إيش جابك هنا؟ قالت يعني أنا كنت كذا وكذا، ونفس اللي جاني نفس اللي صار معايا صار معاها. فتعلقت بهذه البنت وحسيت بمعاناتها، وجيت لعند أمي هذه وذكرت لها البنت وقلت لها يا أمي أنا أبى أتزوج هذه البنت، أبى أتزوج فلانة. فعلى طول هنا قالت لي أبشر، وراحت عند هذيك الحرمة الكبيرة اللي هي شاريتها وطلبت هذه البنت لي، قالت أباها تشتغل عندي وكذا. قالوا ليش وما أدري كيف؟ قالت أمي لأني أبى أزوجها من أحمد هذا اللي عندي وكذا. فقالت العجوزة ذي الكبيرة إذا كبر أحمد أنا أزوجها إياها وأنا أعتقها لوجه الله، بس خلي أحمد يكبر وتتدبر أموره ويكون أمور تمام إن شاء الله أزوجها إياها. يقول أحمد الحمد لله يعني كنت محبوب من الناس القريبة من هذه المرأة اللي هي أمي. المهم إني طلعت من عندها، وكان أخ أمي اللي هي المرأة ذي يشتغل في التجارة ويروح ويجي، وطلعت معاه وقلت له بروح أشتغل يمين يسار معك، أبى أسس نفسي وأزين أموري ومن ذا الكلام. فقال لي حياك تعال وإن شاء الله أمورك طيبة. وفعلا وجيت لهذه المنطقة مع أخو أمي وحصلت أحد الشركات وقعدت أشتغل فيها تقريبا سنة سنتين ثلاثة، وبعدين جيت على هذه الشركة وسجلت فيها الحمد لله رب العالمين، أموري كلها كويسة. طبعا عبد الله يقول أنا أطالع فيه وأنا متعجب من القصة هذه، وفي نفس الوقت وأنا أطالع فيه كنت أبكي لا إراديا. كيف يصير كل هذا الشيء في أحمد؟ كيف يصير فيك هذا الشيء؟ قلت له طيب يا أحمد يعني هل اللي تزوجتها دحين هي نفس هذيك البنت؟ قال إيوه نعم، ولما قلت لك اني بروح عشان تزوجت ذيك البنت واخذتها والحمد لله جبتها لهنا. الحمد لله انا دحين قاعد اسس اسره جديده، واهلي دحين ان شاء الله بيكونوا موجودين اللي هو اسره جديده، واهلي يعني ما ادري ايش اقول، ما اعرف عنهم شيء ولا يعرفوا عني شيء. وتعرفوا الظروف زمان يعني كانت صعبه على الواحد شويه انه يروح ويدور مثلا على اهله او المنطقه اللي كان فيها وزي كذا. وطبعا المكان ذاك اللي كان عند اهله او القبيله كان فيها تقريبا حروب واللي حول تقريبا الحرب العالمية وزي كذا فاهمين، اللي هو بعد الحروب العالمية تقريبا الأولى أو حاجة أو الثانية والله ما أعرف، كان فيها آثار وكان فيها خطر هناك المناطق ذي. فقال صعب إني أروح لهناك وزي كذا، أنا دحين الحمد لله عايش ومرتاح. وهذه قصتي يا عبد الله من أولها لآخرها. عبد الله يقول أنا تعجبت بشكل مو طبيعي يعني في نفسه في ظروفه كيف حياته وكيف عاش، وفي كثير ناس غيره تضرروا يعني مساكين بعضهم راحوا فيها، بس انه سبحان الله ربنا نجاه. يعني زمان حتى لو تشوفوا في القصص التاريخية كان بعضهم اعوذ بالله والله ما ادري ايش اقول، بس يعني بالعلم وبالقصص التاريخية كانوا يخصوهم للأسف. المهم ما شاء الله تبارك الله أحمد تزوج وأسس عائلة وأصبح رجل معروف، وسبحان الله
يعني الاشياء اللي صارت له كذا تغيرت في الدنيا. بعض الاشخاص دحين لما يتابع القصة لسه كذا طري زي السلايم، فاهمين؟ ما هو متعود يشوف هذه الاشياء او يسمع هذه الاشياء ويقول لك يا رجال هذه في الابلاء، يا رجال هذه كذب، هذه يا ابني الناس عاشت حياة مريرة، فاهم؟ انت طالع في الظروف. يقول لك في مقولة، يقول لك انا ما ادري هذه بشطحها ولا لا، انه الظروف القوية والصعبة تطلع رجال، والرجال يصنعون الرخاء، حلو؟ والرخاء يصنع ايش؟ سلايمات يعني، فاهمين؟ فالله لا يجعلكم من جماعة السلايمات، وانه تثبطوا نفسكم في حياتكم ودينكم ودنياكم. فبس يا جماعة الخير وصلنا لنهاية قصتنا، اتمنى انكم استمتعتوا بالقصة وعجبتكم. والله يرحم عبد الله ويرحم احمد، القصة جدا قديمة. فاذا عجبتكم اعطوني لايك سبسكرايب وانشروا المقطع، نبي نوصل 1,000,000 يا جماعة الخير هذه السنة. ودي صراحة قبل رمضان، شهر واحد توصل، والله ما ادري، لكن نقول ان شاء الله. وضيفوني على السناب والانستا وزي كذا، اذا عندك قصة برضو ارسل لي اياها على الانستا. فبس انا اقول لكم وداعا باللقاء في قصص اخرى ومقاطع اخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.